برلمان الرجاء يحتج بشدة على فيديو ترويجي للوداد. أصدر برلمان نادي الرجاء الرياضي بلاغا شديد اللهجة اليوم، عبر فيه عن استنكاره واحتجاجه القوي على مقطع فيديو ترويجي نشره نادي الوداد الرياضي عبر منصته الرسمية، معتبرا أن الفيديو يتضمن إيحاءات مستفزة ومسيئة لكيان الرجاء وجماهيره العريضة. وأكد البرلمان في بلاغه أن مثل هذه التصرفات لا تخدم مبدأ الروح الرياضية ولا تليق بمستوى المنافسة الشريفة بين الناديين، مطالبا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالتدخل لوقف مثل هذه الممارسات التي تزرع التوتر بين الجماهير. كما دعا بلاغ برلمان الرجاء مسؤولي الوداد إلى التحلي بالمسؤولية وضبط الخطاب الإعلامي، مشيرا إلى أن الرد الحقيقي سيكون داخل الميدان، حيث يظل الرجاء وفيا لتاريخه العريق وشعاره. في تصريح جديد شدد الرئيس جواد الزيات على إن أهم حاجة دابة في المشروع ديال النادي هي الرفع من المداخيل باش الفريق يقدر ينافس بقوة في المستوى الإفريقي ويجيب لاعبين كبار. الزيات قال بالحرف: خص الرجاء توصل لرقم معاملات ديال 300 مليون درهم في السنة باش نكونوا في المستوى ديال كبار إفريقيا. وأكد باللي الهدف من الشركة الرياضية اللي دارها النادي هو تعزيز الموارد المالية وخلق استقرار اقتصادي يسمح للنادي يرجع أقوى في السوق ديال الانتدابات. وزاد قال إن حل النزاعات المالية القديمة ساعد الرجاء يرجع واقف على رجليه، وده بك يركزوا على الاستثمار. فالفريق والصفقات الجديدة الزيات شدد إن المداخيل الكبيرة ماشي غير أرقام، ولكن هي اللي كتجيب اللاعبين المميزين وكتخلي النادي يحافظ على طموحاته الكبيرة. رحمة بعقولنا، لعلنا أول من أثار موضوع انفلات المسؤول عن التواصل بفريق الوداد. هي سقطة أخلاقية تسيء إلى الوداد كمؤسسة، ونرفض أن يرتدي المسؤول معطف الجمهور العادي حتى وإن كان مسؤولا رجويا. من حق الوداديين أن يدافعون عنها، وذلك من باب أنصر أختك ولو مخطئة أو ظالمة. من حق البعض منهم أن يأتي للتعليق هنا ويكتب: قالت الحقيقة، وكل إناء بما فيه ينضخ، هي مسألة تربية. مع بعض الاستثناءات فهناك من الوداديين من رفضوا ما صدر منها، لكن من الغباء أن يتم التسويق لتخريجها لا يصدقها عاقل. رفعا للحرج، قالوا إن المسؤولة الإعلامية نبهت زياش على نشر الكود، أمر مضحك والحمد لله أن الغباء لا يقتل. ومما يؤكد روايتنا هو حذف الفيديو من صفحتهم، ثم ليس من المنطق أن يتم التنبيه خارج التصوير ودون نشر الكود. لنفرض جدلا أن التخريجة صحيحة، أصلا الكود ما كان ليمر في الروبرتاج ولو كلقطة، وكان من المفروض أن يخضع لمقص المونتاج لأنه يمس أمهات الرجاويين الشريفات، ولن نقبل كذلك ذلك حتى من الرجاويين تجاه أمهات الوداديين. هذا الأمر مرفوض من حتى المناصر العادي، فما بالك من مسؤول عن التواصل في الفريق. على أي حتى إذا حاولتم إيجاد العذر فليكن يقبلوا المنطق والعقل. نداء إلى الرجويين بالترفع وعدم السقوط في المحظور. نحن لا تهمنا حياتها الشخصية ولا الإساءة إليها بالسب والشتم. أصلا الدور هنا منوط بالجامعة والعصبة للتدخل لوضع حد لشغب المسؤولين. لا تستغربوا إذا استعملوا الذكاء الاصطناعي وغيروا فحوى الفيديو ونسمع المسؤولة تقول لزياش: سكلتك أمك يا حكيم، لا تستعمل الكود. على أي ارحموا عقولنا فلسنا أغبياء. وأديما قالوا: عذر أقبح من الزلة.